السلام عليكم. الحلقه بتاعت النهارده هي كانت جايه طوارئ المستشفى وجايبه بنتها اللي عندها 2.5 سنين. بتقول يا دكتور انا خدت بالي ان البنت واقفه على التسريحه بتاعتي والبنت دخلت منديل في مناخيرها، دخلته لجوه خالص لدرجه ان انا مش عارف اشيله من القطع باي حاجه. واول ما شفت الموضوع ده جبتها وجيت على طوارئ المستشفى على طول. طبعا البنت 2.5 سنين بيكون التعامل معاها صعب جدا. في دكتور شافها والدكتور حاول يطلع لها المنديل والبنت محدش قادر يمسكها ولا حد قادر يتحكم فيها. مامتها مش قادره ان هي تمسكها خالص، ولا حتى التمريض ولا حتى الدكاتره ولا اي حد قادر ان هو يتعامل معاها. في الحالات اللي زي كده، في حاله وجود جسم غريب في الانف وفي الاطفال خصوصا، بنفضل التعامل ان الطفل ينام تحت تاثير مخدر عام. الطفل ينام وما يبقاش حاسس باي حاجه خالص، وبعد كده ندخل بالمنظار ونطلع الجسم الغريب ده تحسبا لاي حركه غلط ممكن الطفل يعملها وممكن يعور نفسه او يحصل نزيف. الطفله كملت عدد ساعات الصيام المطلوب ان هو تصومه قبل ما تخش تحت تاثير مخدر كلي، واتسحب لها تحليل ودخلنا العمليات. وكانت المفاجاه ان الطفله دي ما دخلتش منديل ولا اي حاجه. الطفله دي دخلت ضفر اكريليك اللي هو موجود في الصوره دي، وكان واصل لغايه فتحه الانف الخلفيه، ومن ستر ربنا ان الطفله دي ما شرقتش فيه وما نزلش على مجرى الهواء السفلي. الرساله اللي حابين نوجهها النهارده انه في حاله وجود اي جسم غريب، الطفل ده شرق في حاجه او الطفل ده بلع حاجه او الطفل دخل حاجه في مناخيره او دخل حاجه في ودانه، توجه على طول اقرب طوارئ مستشفى. طبعا بعد عمل الاسعافات الاوليه لو في طفل شرق في جسم غريب، ودي ممكن نتكلم عنها في فيديو تاني. الحاجه الثانيه انه حاول على قد ما تقدر لو عندك طفل في البيت تحت سن 5 سنين، الحاجات الصغيره اللي ممكن يدخلها في اي مجرى الهواء او في مناخيره او في ودانه، الحاجات دي تبعد عنه على قد ما تقدر، وتبقى واخد بالك الطفل ده بيتعامل مع ايه. السلام عليكم.